ما تيجي اقول لك ازاي نعمل فيديو زي ده في اقل من 10 ثواني على البريمير. نصور مره والكادر فاضي ومره تانية واحنا في الكادر، بعد كده نحط اللقطه الفاضيه تحت واللقطه اللي احنا فيها تكون فوق. نيجي عند اللقطه اللي احنا فيها ونعد 6 فريمات ونقص، واحنا واقفين على اللقطه نيجي على الاوبجكت ماسك تول ونحدد نفسنا. بعد كده من الافكت كنترول نتراك الماسك ده، بعد كده كليك يمين تشينج تو اوباسيتي ماسك، بعد كده نروح لقائمه الافكت ونسيرش على افكت اسمه انزرت، هناخده ونحطه على اول 6 فريمات من اللي احنا قصيناهم. بعد كده نروح للافكت كنترول وننزل تحت نروح عند الاوباسيتي، هنخلي اول فريم 100 ونمشي فريم لقدام بالسهم من الكيبورد ونخلي تاني فريم 25، اللي بعده يبقى 50، بعده فريم يبقى 25 تاني، وبعده اخر فريم يبقى 100. ممكن مثلا نحط ساوند افكت جلitch في الاول ونقصه على قد الجزء اللي احنا عاملينه. ممكن كمان ان احنا نضيف ادجستمنت لاير نحط عليها افكت ترانسفورم ونحط كي فريم عند السكيل وكي فريم عند الروتيشن. بعد كده نطلع قدام شويه وممكن نخلي الروتيشن مثلا 5 ونخلي السكيل بتاعنا 110 بس، وفي الاخر هيطلع معانا بالشكل ده.